تصدقوا إن من نص كيلو جلاش بس وأربع كوبايات لبن عملولي الصينية دي كلها تكفي عزومة كاملة وطعمها أحلى من المحلات وفي 10 دقايق بس. النهاردة هنعمل مع بعض الجلاش الحلو بكريمة الشهد، مختلفة جدا عن الكريمة الكداب. تابعي معايا الفيديو للآخر علشان تعرفي الطريقة بالتفصيل. بس قبل ما نبتدي، لو أول مرة تشوفوني ما تنسيش تعملي لايك وشير. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونبتدي بالمكونات والمقادير على طول. اول حاجة هبتدي بيها هي تجهيز الشربات، علشان لازم يكون تقيل وبارد. كوبايتين من السكر، عليهم كوباية وربع من المية الفترة، ونص ليمونة. وسر المحلات في اللمعة الفظيعة اللي احنا بنحبها هي معلقة كبيرة من عسل الكلوكوز. هو ده اللي هيظبط القوام بتاعي وهيظبط اللمعة. على البوتاجاز على نار عالية، أول ما يبتدي يغلي هوطي النار خالص واسيبه 10 دقايق يغلي وبعدين هطفي. دي لفة جلاش نص كيلو بالظبط، طرية وفردتها معايا علشان هبتدي اشتغل بيها. الصينية بتاعتي 30 في 40، مش مدهونة أي حاجة خالص، زي ما هي كده. هبتدي أقسم الورق بتاعي على 4. مثلًا هُم 16 مثلًا، هتقسّميهم النُص فوق والنُص تحت، بس هتضبطي النُص اللي تحت بحيث إن هو يكفّي الصينية بتاعتنا ونعمل لها حافية كده. أنا كده خلّصت النُص الأولاني، تعالوا نعمل الكريمة. معايا كيلو من اللبن، 4 كوبايات حليب، هانزل عليهم بنُص كوباية من السكر ونُص كوباية من جوز الهند، وآخر حاجة نُص كوباية من الزبدة الصفرا، يكون نوعها حلو. كل المكونات بتاعتي دي هارفعها على البوتاجاز لغاية الزبدة ما تدوب والمكونات بتاعتي دي تغلي. لو كنتِ مفكرة إن إحنا كده خلصنا، لأ، في أسرار كتير لسه هاقول لِك عليها. تابعي معايا الفيديو للآخر، ويالّا صلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في الكومنتات، وروحي اعملي لي لايك علشان تعرفي بقية الأسرار اللي تخلّي معاكِ النتيجة مضبوطة بالشكل ده. أول ما الخليط بتاعي يغلي بالشكل ده، هانزل ب150 جرام من دقيق السميد اللي هو بتاع البسبوسة السيمولينا علشان الناس اللي في دول الخليج. هاقلّب كويس جدًا وعلى نار وسط، هافضل أقلّب إيدي فيه لغاية ما طَب أنتِ مش هتحطّي نشا؟ هاقول لِك إيه اللي هيحصل بعد كده. أنا مش هاحط نشا ولا هاحط أي حاجة، الخليط بتاعي هيتقل لوحده من غير أي تدخلات خارجية، بالمكونات اللي إحنا حطيناها بس. أنا عايزة أقول لِك إن كريمة الشهد دي تحفة جدًا، وهتحبيها أكتر من الكريمة الكدابة. تقلت معايا بالمنظر ده، خلاص بس كده هاطفّي وابتدي أوزّعها في الصينية بتاعتي وهي سخنة. ما تستنيش إنها تبرد خالص، هتوزّعيها بالمنظر ده، ولازم يكون القوام بتاعها بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده، لا يبقى أقل من كده ولا أتقل من كده. وزي ما أنتِ شايفة أنا عاملة الصينية بتاعتي حافية علشان أقدر أقفل على الكريمة بتاعتي كويس جدًا، بحيث إن هي ما ينفعش خالص تتسرب في الصينية. لو خرجت برّه الصينية للأسف الصينية بتاعتي هتتحرق، وقطع الجلاش مش هتطلع مضبوطة خالص. بعد كده أمّا حطيت الكمية بتاعتي كلها، هابتدي أوزّعها وأفردها كويس، بحيث إن قطع الجلاش كلها تبقى نفس السوا. لو لسه مكملة معايا الفيديو لحد هنا، يالّا روحي اعملي لايك واشتركي في القناة واكتبي لي كومنت حلو زيِّك، وكل سنة وأنتِ طيبة بمناسبة رمضان. أنا هنا خلاص خلّصت كده توزيع، وهاخبطها خبطتين بحيث إن أنا أزوّد التوزيع. هابتدي أتني الأطراف، أنا تنيتها بس هي مش واضحة، وبعدين هاغطي بقى بالنُص التاني اللي أنا لسه عايناه. أهم حاجة في الموضوع كلّه إن إحنا نقفل الأطراف كويس. شايفين أنا باعيد على الأطراف باتأكد إنها اتقفلت والّا لأ، علشان أنا مش عايزة الخليط يطلع برّه خالص. كريمة الشهد لو طلعت برّه الصينية بتاعتنا هتتحرق مننا النتيجة مش هتكون لطيفة خالص. هتوزّعي الورق زي ما قُلت لِك، النُص تحت والنُص فوق بنفس عدد الطبقات علشان التوريقة. هتسألوني أنتِ ليه ما حطيتيش أي سمنة ولا أي حاجة؟ هاقول لِك علشان ده شغل محلات. أنا كده دلوقتي باشتغل شغل محلات وشغل فنادق. دي أحسن طريقة وأسهل طريقة، هتخلّصي الصينية في 10 دقايق، مش هتاخد منِّك وقت. في الآخر خالص هاجيب ضهر سكينة وهادخّل كده الطرف بتاع الجلاش بحيث إن هو ما بيكونش فيه أي حاجة خالص ظاهرة. كده أنا قفّلت على كريمة الشهد من كل حاجة، من تحت وفوق ومن جميع الاتجاهات. سكينة حامية مشرشرة وهاقطّع مكعبات صغيرة زي ما أنتِ عايزة التقطيعة بتاعتها. بس ما شاء الله عملت معايا كمية كبيرة. أنا عايزة أقول لِك، لو أنتِ متابعة معايا الفيديو لحد هنا قولي لي يا ترى الصينية دي عملت معانا كام قطعة؟
لو أنتِ يعني ذكية كده وشاطرة وكمّلتِ معايا الفيديو للآخر، أنا هاقطّعه مكعبات صغيّرة كده حوالي عقلتين صباع، علشان تكون نفس شكل الصينية اللي أنا شُفتها في المحل بالضبط، بالشكل اللي إحنا شايفينه ده، شايفين؟ أنا كده هنا خلّصت التقطيع وقطّعتها كلّها وجاهزة. معايا نُص كوباية من السمنة المتسخّنة السايحة على البوتاجاز، يعني أنا سخّنتها وسيّحتها وخلّيتها تسخن كويس جدًا على البوتاجاز، هانزل بيها بالشكل ده على الصينية بتاعتي. في ناس هيقولوا لي السمنة كتير، لأ السمنة مش كتير خالص، وعامةً لو أنتِ حطيتِ مقدار كتير وحسيتِ فعلًا إن هو كتير بعد التسوية تقدري تصفّي أي سمنة زيادة وأي دهون زيادة بكل بساطة، بس ما شاء الله المقدار بتاعي كان مضبوط على الشعرة، ما كانش فيه أي دهون زيادة خالص ولا أي سمنة زيادة. أنا هنا باوزّع السمنة بتاعتي بالشكل ده، وهادخّلها على فرن سخن حرارة 180 على الصاجة من تحت خالص. أول ما ألاقي الجوانب بتاعته أحمرت كده وأخدت لون غامق شوية، هاشغّل عليه الشواية وهيطلع بالجمال والحلاوة اللي أنتم شايفينها دي. شايفين ما شاء الله شكله حلو جدًا وتحفة. ده طبعًا السيرب بتاعنا أو الشربات بعد ما برد خالص، وكمان تلّجته شوية في التلاجة علشان يبقى ساقع ويعمل تِش. والله كان بودي أسمّعكم صوت التِش والشربات نازل عليها، بس للأسف بنوتي الصغيرة كانت بتعيّط في الوقت ده. شايفين ما شاء الله لونها تحفة إزاي ويجنن. ده طبعًا كله راجع لكمية السمنة اللي إحنا سقينا بيها الجلاش. هتحطي سمنة كويسة هتاخدي لون حلو، هتعملي سمنة قليلة وتستخسري هتاخدي نتيجة مش مضبوطة خالص. أنا هنا نزلت بكمية الشربات بتاعي كلها وهاسيب الصينية بقى شوية كده، المفروض تسيبيها ساعتين 3 عما تهدى خالص، بس انتوا عارفين ان انا دايما مستعجلة. انا سبتها مش اكتر من ساعة واحدة بس، وابتديت اعيد على التقطيع بتاعها علشان اشوف. بجد صوت القرمشة فظيعة، فضلت لتاني يوم مقرمشة وزي الفل. انتي لو شفتي الصاج اصلا في الحقيقة هتقولي ده انا شارياه كله على بعضه كده في المحل. تعالوا نطلّع قطعة كده ونشوف الجمال ونشوف الطبقات. أنا عايزة أقول لكم إن ده شكلها بعد ساعة واحدة، تخيّلي بعد ساعتين 3 هتكون عاملة إزاي. ما شاء الله الكريمة متماسكة جدًا وزي الفل، يعني أنا وأنا باقطّعها أصلًا كانت لسه دافية، حلوة جدًا وما شاء الله مورّقة والطبقات تجنّن، تجنّن، تجنّن. شايفين القرمشة واضحة أصلًا مش محتاجة أوضّح أكتر من كده، تجنّن بجد. إحنا كده خلّصنا فيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، هاستنى رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير. أشوفكم على خير مع فيديو جديد ووصفة جديدة، مع السلامة. أسيبكم بقى تكملوا بقية الفيديو عشان تشوفوا الجمال والحلاوة دي، وتشوفوا كمان شكل الأرضية بتاعة الجلاش ما شاء الله لونها موحّد وزي الفل إزاي. مع السلامة.